أسد الصعقة المصرية إبراهيم الرفاعي اللي كان بيخلي إسرائيل كلها ركابها تخبط في بعضيها، بمجرد ما يسمعوا اسمه بس يجروا يستخبوا في جحورهم، وده طبعا من اللي كان بيعملوا فيهم. باختصار إبراهيم الرفاعي كان ماركة مسجلة للرعب. بعد نكسة 67 المصريين كلهم والجيش المصري كانوا في حالة غليان كبيرة جدا. الحزن والغليان اللي كان عند الناس كفة، والحزن والغليان اللي كان عند الجيش المصري كفة تانية خالص. صحيح الوجع كان على الكل، بس الجيش كان وجعه أضعاف، لأن هم اللي اتكووا بنارها أكتر من أي حد. ساعتها بقى صدرت أوامر من الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه ان ما يوريش اسرائيل يوم عدل، وهوب ابتدت حرب الاستنزاف. وده بقى اللي كان بيحصل حرفيا على ايد الاسطوره ابراهيم الرفاعي اللي كان واخدهم غسيل ومكوى. الرفاعي كون فرقه سماها فرقه 39 قتال، ودي بقى فرقه كانت متكونه من صفوه الصفوه، يعني ما فيهمش غلط. وجمع فرقته من قوات الصاعقه البريه والبحريه، وكانت شغلتهم ان هم يضربوا ظهر الجيش الاسرائيلي وما يخلوش عنده اي نقطه قوه. واول عمليه قاموا بيها ان هم نسفوا قطر لجنود العدو في منطقه الشيخ زويد، بس دي كانت البدايه، مسح زور يعني. بعد كده جات للرفاعي ورجالته اوامر ان هم يدمروا مخزن الذخيره اللي اتاخد من الجيش المصري بعد النكسه، وده طبعا عشان الاسرائيليين ما يستخدموش الذخيره دي ضدنا. العمليه طبعا كانت لازم تتم في اسرع وقت. في الحقيقه بقى ان العمليه دي انت لو حسبتها بالورقه والقلم انت هتلاقي نفسك رايح مش راجع تاني. اصل ان انت تخش عند الاسرائيليين في مكانهم وتضرب مخزن السلاح وترجع تاني، ده ضرب من ضروب الجنون. بس ده بقى بالنسبه للانسان العادي، انما ابراهيم الرفاعي لا. ابراهيم الرفاعي كانت دماغه سم وقلبه ميت. دخل هو والرجاله في عز الليل زي الاشباح ولغموا المخزن، وهوب عينك ما تشوف الا النور. من كتر الانفجارات الليل بقى نهار، والنار فضلت شغاله ما بتطفيش، مش يوم ولا اتنين، 3 ايام يا جدع النار مولعه فيهم، شغاله مش عارفين يطفوها، كانهم وسط نار جهنم. العمليه دي كانت من ضمن العمليات اللي خلت الرفاعي ورجالته صوتهم يسمع، وبقى صيت الرفاعي مسمع زي الطبل في الجيش عندنا وفي الكيان الاسرائيلي، وخلت الرفاعي بالنسبه لهم زي عزرائيل ملك الموت اللي ماشي يلم في ارواحهم. ومش بس كده، ده جاله جواب شكر من وزير الحربيه على اللي هو عمله. ومن ساعتها بقت الفرقه 39 قتال حلم لكل جندي، واللي كان بينضم لهم كانه خد ترقيه او مكافاه. اسرائيل بقى لما لقت خسائرها بتكتر قالت لازم نشوف حل من اللي بيعملوا فينا الجيش المصري. فجم سنه 68 حطوا في كل الاماكن اللي محتلينها صواريخ ارض عشان من الاخر كده اللي يفوت يموت. وعملت البدع عشان محدش يعرف حاجه عن الصواريخ دي، لكن ده على مين؟ كان في قوات استطلاع في الجيش المصري بترصد وبتشوف كل حاجه عشان الجيش يعرف يتعامل معاها اول باول. وكانوا دايما بيبلغوا سياده الفريق عبد المنعم رياض باللي بيحصل، واللي ما كانش حرفيا بينام عشان يلاقي حل للمشكله دي ويتخلص منها. يعمل ايه بقى سياده الفريق؟ طبعا يجيب بعبع اسرائيلي اللي بيترعبوا منه، ايوه ابراهيم الرفاعي. اداله الاوامر ان هو يجيب له صاروخ من الصواريخ دي عشان يشوفوا بنفسه ويدرسوه ويشوفوا هيقدروا يتعاملوا مع الصواريخ دي ازاي. جمع الرفاعي رجالته وقعد يخطط للعمليه دي، والراجل ده ما كانش بيسيب اي حاجه للصدفه، كان لازم يوزن كل حاجه بميزان من ذهب. وعنده وقت تنفيذ العمليه خد رجالته وطلع على قناه السويس عداها، وبدل ما يجيب صاروخ واحد جاب 3. انت متخيل الجبروت؟ يعني هو مطلوب منه صاروخ واحد ويعدي قناه السويس يجيبه، وهو عدى جاب 3 صواريخ وجاب عليهم هديه كمان. وصل للمواقع الاسرائيليه جاب ال3 صواريخ ورجع هو ورجالته من غير ولا خربوش. العمليه دي عملت ضجه كبيره جدا في قلب الجيش الاسرائيلي، لدرجه ان هم عزلوا القائد وحكموه محاكمه عسكريه اللي كان مسؤول عن المكان ده. بس ابراهيم الرفاعي ما كانش مرضي ان هو يجيب صاروخ ولا 2 ولا 3، قال لك لازم اجيب هديه معاها. قام واخد معاه اسير اسرائيلي فوق ال3 صواريخ. الاسير ده مش جندي، الاسير ده ضابط، والضابط ده كان مصارع واسرائيل كلها كانت طالعه بيه السما. اسمه داني شمعون. يعني ما استكفاش ان هو علم عليهم في سلاحهم، ده علم عليهم في سلاحهم وفي رجالتهم. قام واخد معاه ضابط عشان يعلم على ضباطهم كمان، وكل ده من غير ولا خربوش. كمان اسرائيل من كتر خوفها ورعبها من الرفاعي ورجالته كانوا مسمينهم الاشباح، وده عشان خفتهم وسرعه حركتهم في تنفيذ العمليات الحربيه. في سنه 69 الفريق عبد المنعم رياض الله يرحمه كان في زياره للجبهه في اسماعيليه، وفي المكان ده من الجبهه من الناحيه الثانيه كان في حته اسمها لسان التمساح. كان الجنود الاسرائيليين هارين الاهالي هناك ضرب بالصواريخ وبالاسلحه وبيقتلوا فيهم، ومن نفس المكان ده استهدفوا الفريق عبد المنعم رياض وهو وسط رجالته وجنوده، وبنفس الطريقه اللي كانوا بيضربوا بيها الاهالي. وللاسف استشهد الفريق عبد المنعم رياض فيها. كان موت الفريق عبد المنعم رياض وقتها ضربه قويه للجيش، خصوصا ان هو كان قلب الجيش النابض، ومفيش حد في الجيش كله من اول عبد الناصر لحد اصغر واحد ما بيحبوش وما بيحترموش. وعشان بقى الموضوع كبير راحوا رايحين للكبير، راحوا لابراهيم الرفاعي عشان يجيب حق الشهيد عبد المنعم رياض منهم، وفي اسرع وقت ممكن عشان نفسيه الجيش ما تتهزش ساعتها. طلع الرفاعي هو ورجالته يعاينوا نفس المكان اللي اتضرب منه الفريق عبد المنعم رياض، وبعدها رجعوا على القاهره. وفي اليوم ال40 من وفاه الشهيد عبد المنعم رياض رجعوا تاني عشان ينفذوا العمليه. واول ما الدنيا ليلت جابوا عليها وطيها، وكان لسان التمساح هي والارض حته واحده، والجنود بتوعهم كانوا مستخبيين زي الفيران في قلب الدشم عشان مفيش حاجه تيجي فيهم. فضل الجيش المصري يرمي عليهم قنابل دخان لحد ما يطلعوا من الجحور زي الفيران، وطلعوا. وفجاه بقى الجيش المصري قصاد الجيش الاسرائيلي وجها لوجه، وقعدوا يصطادوا فيهم زي الفراخ. وقعد الجيش المصري يضرب على القوه دي من الجيش الاسرائيلي اللي كان عددهم 44 جندي اسرائيلي. والاول مره من وقت النكسه كان يترفع علم مصر على الضفه الشرقيه. ومن سخريات القدر بقى هنا ان اسرائيل راحت قدمت شكوى في الامم المتحده في مصر،
ايه الشكوى دي بقى؟ بيقولوا ان الجيش المصري خلص على الجنود الاسرائيليين بمنتهى الوحشيه. لا يا شيخ، ايه البكاسه دي؟ ولما رجع الرفاعي هو ورجالته لقى ان الجيش المصري محضر له هديه حلوه، والهديه دي كانت عباره عن تسجيلات مسجلها اجهزه الرصد لصوت الجنود الاسرائيليين وهم عمالين يصرخوا ويعيطوا من هجمات الرفاعي ورجالته عليهم. ولما ابتدت حرب اكتوبر ابتدى الرفاعي ورجالته يضربوا في الاسرائيليين، وفي يوم 7 اكتوبر ضربوهم في شرم الشيخ وفي راس محمد وضربوا طياراتهم في قلب مطار الطور. وفي يوم 18 اكتوبر طلعوا على ثغره الدفرسوار بعد ما جات لهم الاوامر ان هم يدمروا المكان اللي عملوه الصهاينه قبل ما يعدوا منهم ويشموا نفسهم علينا. ونجح الرفاعي ورجالته ان هم يشيلوا حركتهم فعلا. في الوقت ده بقى كان قائد المجموعه دي شارون اللي بقى بعد كده رئيس وزراء. وشارون اول لما عرف ان العمليه فيها الرفاعي هوب خد له في اسنانه وهرب واتحاكم بعدها. لكن بعد فتره قدروا يحددوا مكان الرفاعي هو ورجالته وضربوهم بالقنابل. واستشهد البطل ابراهيم الرفاعي يوم 19 اكتوبر سنه 1973. استشهد وهو صايم وواقف على رجليه زي الاسد. الراجل ده بطل من ابطال الجيش المصري. تحيا مصر ويحيا جيشها وشعبها ورئيسها. خلوا بالكم من بلدكم.